لنا الشرف باش نحضروا بمدينه اكادير تدشين هذه الوحده المهمه من في ميادين التكنولوجيا الحديثه، الذكاء الصناعي ونظم العلوميات ديال شركه اوراكل العالميه. هذا واحد الفخر لنا باش نرسخوا المكانه المغربيه في استقطاب الشركات العالميه. شركه اوراكل الامريكيه هي شركه معروفه على الصعيد العالمي بجوده المنتجات ديالها والخدمات ديالها، وانها اختارت هذه المنطقه، اختارت المغرب اولا بدايه بمدينه الدار البيضاء والان باكادير، هو عربون هذه ثقه هذا المستثمر الكبير في الكفاءات المغربيه في الدوله المغربيه، في امكانيات جلب كل ولا توحيد كل الامكانيات اللازمه ويعني الادارات المعنيه باش نحققوا هذا المشروع. تعرفوا بان المغرب الحمد لله تحت قياده الرشيد صاحب جلاله تعرف واحد النقله نوعيه وواحد سمعه عاليه عند المستثمرين العالميين بفضل التموقع ديالو الاستراتيجي، بفضل الاستقرار ديالو السياسي الامني، وبفضل البنيه التحتيه ديالو اللي بجوده عالميه وعاليه كذلك. وهذا هو البيت القصيد، هو ان الكفاءات الشابه ديالو اللي مكونه احسن تكوين، تتكلم لغه العالم، منفتحه على العالم، وبالتالي الاختيار اختيار استراتيجي لهذه الشركه هذه، واللي تعطينا اننا نكونوا في صدارات الدول اللي غاديه في هذا التوجه ديال التحول التكنولوجي، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. تنظن بان هذا المشروع هذا بأهميته بقيمته المادية والمعنوية غادي يجلب كذلك شركات أخرى اللي تحط الرحال ديالها في هذه المنطقة هذه، وهذا هو تنزيل سياسات الدولة وتفعيل توصيات صاحب جلاله الله ينصرو لجعل من التنمية من الاستثمار هو أساس ديال التنمية المستدامة لمناطق المغرب، وكذلك العداله المجاليه وتسريع التنميه في مناطق المغرب باش يكون المغرب غادي بسرعه واحده ما يكون سرعتين. فاختيار هذه المنطقه هذه هو تنزيل هذه التوجيهات الملكيه الساميه، وحنا واثقين بان الشركه اللي تلقى الارضيه ولقات الارضيه وغادي تلقى النجاح ديالها ان شاء الله في المنطقه اللي يخليها ان تزيد تستمر اكثر. حنا تعرفوا بان هذه الوحده تخدمنا اكثر من 1000 طاقه شابه في هذه المنطقه هذه، والاتي افضل ان شاء الله.